فيه أسطورة زمان في أحد القبائل بتتكلم عن سائر الرياح، وهم أرواح قوية بتعيش في الهواء وتكونت من الغضب اللي عاشت منه الأرواح، والأرواح دي اللي تم إجبارها إنها تسيب أراضيها. وسائر الرياح بيمنحوا أفراد القبيلة قوة لحماية أرضهم، ولكن المشكلة هي لو استخدمت القوة دي في الشر. وبيظهر جون وهو راجع من الجيش لما كان في أفغانستان، وشاف كوارث هناك ومش قادر ينساها، وكل يوم بيشوفها وبيحلم بيها. وكان معه صديقه ماتي، والاتنين نجوا بأعجوبة بعد ما كل قواتهم اتقتلت. ومش مصدق جون نفسه انه لسه حي وهيحاول يعيش حياته وينسى اللي شافه. وهو راح مع اصدقائه للصيد في الغابة، واصدقائه هم دوج ونيلز وابنه جاك، وكمان كايل وسوني. وهيقضوا فترة في الغابة عشان يستمتعوا بالصيد وينسوا هموم الحياة. واتجمعوا كلهم مع بعض الاصدقاء من تاني، ولما وصلوا للكوخ لقوا الباب مفتوح وكل حاجة متدمرة، واعتقدوا انه في حرامية سرقوا المكان وما لقوش ولا اكل ولا اي اثار للحرامية دول، وما اهتموش اهم حاجة انهم لسه احياء. ولكن جون مش مرتاح ومش مركز معاهم لانه حاسس انه في حاجة في الغابة مراقباهم. والليل حل وجون معاه خاتم حبيبته ليكسي اللي انفصلت عنه، والشباب مستمتعين وبيحتفلوا بجاك اللي هينضم للجيش بعد 10 ايام. وحاول نيلز يكلم جون عشان يحس بالاجازة معاهم، ولكن نيلز فشل. وقال جون ان رتبته في الجيش قلت بسبب عدم تركيزه بسبب اللي حصل له. وجون لجأ للطب النفسي ولكنه مرتاحش، وجون بياخد علاج مهدئ وهم مش عارفين، وما اهتموش بجون وكملوا سهرتهم وفرحانين. والصبح حل وكلهم استعدوا للصيد، وجون بسلاحه لقى خنزير وهيصطاده، ولكن الخنزير خاف من حاجة وجري، وما قدرش جون انه يصطاده. ولما راح يتتبع الخنزير لقاه اختفى، ولقى كمان جون دم على الارض، ولقى دم بينقط عليه، ولقى الخنزير متعلق على الشجرة لانه وقع في فخ. وحد كل من لحمة الخنزير النية، وشكل الغابة فيها حيوان مفترس قوي. ولما رجعوا للكوخ لقوا الباب مفتوح والموسيقى شغالة، ولما دخلوا للكوخ ما لقوش حد، ويمكن يكون الباب اتفتح لوحده بسبب الهواء. ولقى كايل في الحمام خنزير ميت وحس بالقلق، ولقوا الباب بيهتز جامد ولكنهم ما لقوش حد، وافتكروا ان الهواء الشديد هو السبب. ولكن جون حس انه شاف صياد متوحش ولكنه مش متأكد. ودخل جون للحمام ومستغرب من الخنزير، وافتكر انه لما كان مع فرقته في الجيش دخلوا لاحد البيوت ولقوا راجل بياكل في البشر وظاهر عليه اعراض غريبة اكنه مصاب بفيروس. وجون العلاج المهدئ مش نافع معاه، وقابله دوك ومستغرب من حالة جون وحاسس انه هيسبب لهم مشاكل لانه مش مركز معاهم من ساعة لما رجع من الجيش. وقبل ما الشباب يوصلوا للكوخ في الغابة هنرجع بالزمن لورا يا صديقي ب3 ايام. وساعتها كان جون لسه واصل للقرية بعد ما رجع من افغانستان، وراح لمتجر الاسلحة وقابل حبيبته ليكسي، وفرحت جدا لما شافته لانها بتحبه، وقربوا انهم يتجوزوا. ولكنها لما قربت لجون لقيته متغير وقلقان ومش مركز، واعتذر لها جون وسابها ومشي لانه محتاج انه يرتاح. وجون في الراديو سمع الاخبار اللي بتتكلم على الصياد جيمس، وهو عنده 60 سنة واختفى في الغابة ومحدش شافه من اسبوع. وحذروا الناس في الراديو انه هيحصل عاصفة وهتضرب القرية. ونيلز ساعتها كان عامل حفلة عند بيته عشان يجمع فيها كل اصدقائه. ورجع جون للبيت وشاف صورته مع ماتي، وحس انه محتاج انه يتكلم معاه، لانه لو اتكلم معاه بخصوص اللي حصل معاهم يمكن جون يرتاح. ولما انفصل جون عن ماتي هو ما شافوش خالص من ساعتها. وراح جون لنيلز اللي هو والد ماتي وجاك، والشباب رحبوا بجون وفرحانين برجوعه سليم من الجيش. ومرات نيلز لما شافت جون ما ارتاحتش لانها حاسه انه فيه كوارث هتحصل، وحذرت زوجها نيلز عشان يحمي نفسه منه، ولكن نيلز ما اهتمش، واكيد مراته سوه قلقانه من بعد اختفاء ماتي. وراح جون يكلم نيلز ويساله على ابنه ماتي، وقال انه من ساعه لما رجع من الجيش كانت حالته وحشه جدا ودايما كان مريض، وفجاه لقوه اختفى. ودوروا عليه في كل مكان ولكنهم ما لقوش حاجه. ونيلز مش عارف يعمل ايه عشان يلاقي ماتي، وهيحاول يحمي جاك عشان ما يبعدش عنه. وكل يوم سو ونيلز بيستنوا رجوع ماتي للبيت ولكنهم ما بيلاقوش حد. وسأل نيلز جون عن اللي حصل معاهم في الجيش، وجون طمنه وقال له انه ما حصلش حاجه. ولما اجتمع الكل عشان الاكل جون مفتقد ماتي، ونيلز بيشكر اصدقائه على وصولهم للمكان. وفجأة سو قلقت ولقت الهواء اشتد، وتلقت رسالة من سائر الرياح وقالوا ان ابنها روحه في خطر وجون هيتأذي. ونيلز راح يهديها واعتذر للكل لان مراته تعبانه بسبب غياب ماتي. وبعد الاكل وبالليل سأل الشباب نيلز عن سائر الرياح
الرياح اللي مراته سو اتكلمت عنهم، وقال ان جده قال زمان انهم ارواح قوية بتمنح القوة لابناء القبيلة لحماية ارضهم من الاعداء. وسو مراته دايما كانت حاسة ان ماتي عنده قوة سائر الرياح، والقوة دي متمثلة في السرعة والقوة والذكاء، ولكن المشكلة هي ان القدرات دي ممكن تستخدم في الشر. وقال ان سو حست ان ماتي هيتحول لشرير وبقوة سائر الرياح هيأذي الناس. والصبح الاصدقاء استعدوا انهم يروحوا للمتجر الخاص بليكسي عشان يشتروا ادوات الصيد، وكلهم ودعوا عائلاتهم ووعدوهم انهم هيرجعوا ليهم بلحمة كتيرة بعد ما يخلصوا صيد. وجون خد علاجه المهدئ وبيتمنى انه يرتاح لما يوصل للغابة، وقلقان كمان من قصة اختفاء جيمس في الغابة اللي هم رايحين ليها. ولما وصل الشباب لمتجر ليكسي طلب نيلز من ليكسي انها تطمن على مراته سو لانها محتاجة حد يطمن عليها وهو بعيد عنها. ولما راح جون لليكسي اعتذر لها انه ما كلمهاش كتير لما وصل ليها، ولكنه اتفاجئ لما لقاها خلعت الخاتم ومش هتقدر تكمل حياتها معاه لانها حاسة انه متغير ومخبي عنها حاجة. وبنرجع تاني يا صديقي لكوخ الشباب الصيادين. ولما صحي جون من النوم لقى اسمه مكتوب على زجاج الشباك، ولقى كمان ان الاسم اختفى، وبيتمنى جون انه بيهلوس. وخرج جون من الكوخ وهيحاول يصطاد شوية ويسترخي، ولقى خيوط على الشجر وحاسس ان الوحش المفترس بيستخدمها للصيد. وظهر جاك وسمعوا صوت وحضروا نفسهم للصيد، ولكن فجأة جاك اختفى وما سمعش جون صوته، هو بس لقى سلاحه. ونيلز قلقان على ابنه ولازم يروح يدور عليه، وجون قال لهم انه في حد هنا هيصطادهم. وراح جون مع نيلز وما لقوش غير حذاء جاك وعليه دم. ونيلز قلق لانه حاسس ان خسر ابنه جاك بعد ما خسر ابنه ماتي، وقلق من جون لان جاك اختفى لما كان معاه، وهيروح نيلز يدور لوحده على ابنه. وطلب من جون انه يرجع للكوخ ويستنى مع الشباب. وحاسس جون ان في وحش هنا في الغابة ولازم يمشوا ويروحوا يبلغوا الشرطة. وراحت ليكس البيت سو عشان تطمن عليها زي ما طلب منها نيلز، ولقيت الباب مفتوح ولقيت سو مصابة، وقالت ان ماتي بقوة سائر الرياح هيقتل في الكل في الغابة، والرياح هتكون شريرة وهتحصل عاصفة، ولازم ليكسي توصل للشباب في الغابة وتحذرهم. والشباب في الكوخ لقوا جون رجع ونيلز مش معاه، ودوج مستغرب ان كل حد بيقرب من جون بيختفي. وفتش دوج في حاجات جون ولقى العلاج المهدئ، وقال لسوني ان جون خطر عليهم لانه اكيد بيهلوس وممكن يكون اذى جون وجاك، وهم لازم يحبسوه ويبلغوا الشرطة. وشافوا دخان غريب عند كوخ مهجور في الغابة وهيروحوا يتأكدوا. ووصل الشباب للكوخ المهجور ولقوا جثة حد متاكل منه شوية جلد، ولقوا راجل عجوز ولقوا بطاقته التعريفية، واكتشفوا انه جيمس اللي اختفى وسمع جون عنه في الراديو، ومستحيل يكون في حيوان عادي ربطه وبياكل منه، وبدأوا يخافوا. وسمعوا صوت في الكوخ، ولما راحوا يتأكدوا لقوا ليكسي محبوسة، وخدوها ورجعوا للكوخ، وقالت انه في حد هجم عليها وهي ما شافتهوش، وقالت انها لازم تشوف نيلز لان سو حاسة ان ماتي تحول لوحش وهياكلهم كلهم. وخافوا من كلامها ولقوا التليفون مش شغال ومش هيعرفوا يكلموا الشرطة. والصبح راحوا يدوروا على نيلز، وحس جون وليكسي انه في حد حواليهم. ولما راح جون يتأكد لقى نفسه وقع في حفرة الوحش عاملها اكنها فخ. ودوك فرح وقال للشباب انهم هيمشوا وهيسيبوا جون محبوس هنا لانه مش مرتاح ليه بعد ما رجع من الجيش. واكبر جون ان ميلو سلاحه ووعده انهم هيبلغوا الشرطة وهيرجعوا له. ولقى جون في المخبأ عظام لحيوانات الوحش كلها وهيستخدمها للهروب من الفخ. والشباب ماشيين سمعوا صوت حواليهم، ولقوا جون اللي هرب من المخبأ بيحاول يهرب من الغابة. ودوج حاول يضربه بالنار ويصيبه ولكنه فشل. وراح جون للقوارب ولقاها كلها مدمرة، والوحش مش هيسمح لهم انهم يخرجوا من هنا احياء. وقال سوني انه هيتمشى لحد ما يخرج من الغابة ويلاقي شبكة تليفون وهيكلم الشرطة، وهيروح لوحده. ونصح الشباب انهم يرجعوا للكوخ. ولما رجع الشباب للكوخ سمعوا صوت وحسوا بحركات الوحش. ولما دخلوا للكوخ لقوا نيلز ومعاه جاك وهو مصاب، وقال نيلز انه لازم ياكل ابنه لحمه نيه وهو بيجوع بسرعه. وخافوا منهم وطردوهم بره الكوخ. ونيلز حاسس انه خلاص ابنه مات وبقى وحش،
فضرب جاك بالنار وقتله وريحه، وراح للغابة بجثة جاك ونادى على الوحش اللي أصاب ابنه. واتفاجئ نيلز لما لقى الوحش ظهر قدامه، والمفاجأة هي إن الوحش هو ماتي ابنه، ونيلز مش هيقدر يقتله واستسلم ليه. ودوج طلب من جون إنه يحكي له على كل حاجة حصلت في أفغانستان، وقال جون إنه كان مع القوات عشان ينفذوا مهمة، وساعتها فقدوا الاتصال بكل مراكز القيادة واغمى عليه، ولما صحي لقى نفسه محبوس مع ماتي وحواليه جثث القوات، ولقى في المكان علامات مرعبة، وسمعوا أصوات شيطانية بتجبرهم إنهم ياكلوا لحوم البشر عشان ما يموتوش من الجوع. ورفض جون إنه ياكل، وكان مستني إنه يموت من الجوع أحسن. أما ماتي فضعف وكل واغمى على جون، ولما صحي لقى قوات النجدة ظهرت وأنقذوهم. وقال جون إن ماتي أكيد اتصاب بفيروس شيطاني بسبب لحوم البشر اللي كلها. ولما رجع ماتي لبيته أبوه نيلز قال إنه كان مريض جدا، وفجأة لقوه اختفى، وماتي تحول لوحش وبيجوع بسرعة وهياكل أي حد قدامه سواء كان حيوان أو إنسان. وخاف دوج من كلام جون وكان هيقتله ليكون مصاب بالفيروس لأنه كان محبوس مع ماتي، ولكن جون جري بسرعة من الكوخ. ووصل جون للكوخ المهجور وهيدخل يستخبى فيه، ولقى جيمس العجوز بيكلمه وهو فرحان إنه بقى حي مرة تانية، ولكنه جعان جدا ومحتاج ياكل لحمة، وهو قطع من جسمه عشان ياكل بعد ما ماتي عضه. وتحول جيمس الوحش بفضل ماتي وهو سعيد جدا، ونصح جيمس جون إنه ياكل من لحمته المصابة بالفيروس، وكده جون هيتحول، ووعده إنه هيبقى أقوى، وقال إنه من الصعب إنه يموت بعد كده لأن ماتي بيعمل جيش، وكل لما هيموتوا ماتي هيرجعهم للحياة كوحوش من تاني. ورفض جون كلام جيمس وهجم عليه وقتله، وخرج من الكوخ وهو مرعوب لأن جيمس قال إن الوحوش دي هترجع من تاني حتى لو ماتت. ودوج وليكسي خايفين من كايل لأن جاك عضه لما كان مع نيلز في الكوخ، وكايل حاسس بماتي الوحش وبيشوفه في كل مكان وحاسس إنه قريب منهم ومراقبهم. وكايل مش عايز يموت وكمان مش عايز يتحول لوحش. ولقوا جون قدامهم وجري ورا دوج، وشدوا جون لمكان القنابل، ولو دوج ما سمعش كلام جون فجون هيقضي عليهم كلهم. وقال إنهم مش هيلاقوا أي آثار لماتي لأنه سريع وبيتحرك عن طريق الحبال اللي على الشجر، فهم لازم يلاقوه ويقضوا عليه قبل ما هو يصيبهم ويحولهم لأفراد في جيش الوحوش الخاص بيه. وهيروح جون ودوج يدوروا على الوحش، وهتفضل ليكسي مع كايل مراقبين المكان. وحذر جون ليكسي من كايل لأنه خلاص قرب يتحول. وليكسي مع كايل حسب ماتي وقال لليكسي إن جون ودوج هيبقوا في خطر، وهي لازم تروح تساعدهم لأن ماتي غاضب وهيوقعهم في الفخ. وطمنها إنه هيرجع للكوخ وهيستناهم هناك. وسوني لوحده في الغابة سمع صوت ولقى شبكة في التليفون، وكان لسه هيكلم الشرطة، ولكن ماتي هجم عليه وشدوا ليه عن طريق الحبال اللي على الشجر. وجون ودوج لقوا نيلز وهو مصاب من ابنه ماتي، وقال لهم نيلز إنه جعان جدا وبيجوع بسرعة، وماتي بقوة سائل الرياح هياكلهم كلهم. وظهر ماتي وقع دوج في الفخ وهيقتله، وحاول جون يضربه بالنار ولكنه فشل، فظهرت ليكسي وضربت نار على ماتي وهرب. وكلام كايل كان صح، وقدرت ليكسي انها تنقذ دوج. والليل حل وكايل قافل على نفسه باب الكوخ وخايف من الشباب انهم يقتلوه لانه خلاص بيتحول. وفتح لهم الباب وسمعوا صوت ولقوا سوني ظهر وهو مصاب، والشباب كده خايفين منه ومن كايل لانهم هما الاتنين هيتحولوا. وظهر ماتي من ورا كايل وخطفه وبعد عن الكوخ عن طريق حبال الشجر. ولقوا نيلز ظهر وطلب منهم انهم يقضوا عليه ويريحوه، وقبل ما يهجم عليهم ضربوه بالنار وقتلوه. وحس ماتي ان ابوه اتقتل وهينتقم من جون والشباب. والصبح حل ودفنوا نيلز وبيتمنوا انه ارتاح. وبعد ما الوحش خطف كايل فهم رابطين سوني عشان ما يتحولش ويعضهم، وقال انهم لازم يحرروه لانه مش عايز يموت وعايز يساعدهم، ولكنهم طبعا خايفين منه ومش هيسمعوا كلامه. وخطة الشباب الوحيدة هي ان جون هيروح يشد ماتي ليه وهيرجع للكوخ، وساعتها دوج وليكسي هيستعدوا وبأسلحتهم هيضربوا نار على ماتي وهيقتلوه. وبيتمنوا انهم يقدروا يقتلوه لان دي هي الفرصة الوحيدة اللي قدامهم، وبسبب سرعته وقوته فهم مش قادرين عليه ولازم يوقعوه في الفخ. وقبل ما جون يمشي رجع خاتم ليكسي ليها وطمنها انه هيرجع لها سليم. ونادى جون على ماتي وماتي سمعه وبيجري وراه. ورجع جون للكوخ ودوج ما قدرش انه يصوب على ماتي بسبب سرعته الكبيرة، وسمع صوت حواليه وماتي هجم عليه وعضه.
وجري يدوج ومش عايز يتحول لوحش، فخلص على نفسه وارتاح. وجون وليكسي فقدوا الامل، وسوني قال لهم انهم كلهم هيتاكلوا، وضربته ليكسي بالنار وقتلته، وطلبت من جون انه يخلص عليها هي كمان، وبعد كده يخلص على نفسه لانه مفيش امل، لانهم مش هيقدروا على قوة وسرعة ماتي. ولما نزلوا للقبو ولقوا ماتي مخبي كايل وبياكل في جاك، والكوخ ده هو اصلا مخبأ الوحش ماتي، ولقوا العلامات الشيطانية وسمعوا صوت ماتي اللي اقتحم الكوخ. فرمى جون بنزين في كل مكان وخد مسدس الانقاذ، وخرج هو وليكسي من القبو، وكل الموتى كانوا هيرجعوا من تاني كوحوش حتى سو ماتي وصلت، وضرب جون النار وولع في الكوخ وفرقع في الكل، وقدر انه يقضي على ماتي الوحش. وهم بيجروا لقوا القارب اللي ليكسي وصلت به للغابة، ولقوا القارب سليم، وعلى حظهم ان ماتي ما شافهوش، ورجعوا من تاني للقرية الآمنة وهم احياء، ووصلوا للعربية وهيمشوا، ولكنهم لقوا ماتي في العربية وكان هيعض جون، ولكن شغل العربية بسرعة ووقع ماتي، وبالعربية جري جون على ماتي وداسه، وماتي اللي اتحرق نجا من الانفجار ولكن قوته خلاص انتهت، وقوة سائر الرياح خلاص مش هتقدر تنقذ ماتي من الموت. وقبل ما يموت شكر جون انه ريحه وخلاه يتخلص من فيروس الشيطان، ومات ماتي خلاص، وجون وليكسي في امان. وقالت ليكسي لجون انها جعانة جدا، ولكنها طمنته انها مش هتاكل اللحوم النية. في احد البيوت المصور جمال بيصور فيلم رعب لصديقه ديف، وهما بيحاولوا يعملوا فيديوهات عن الوحوش عشان ينشروها على الانترنت ويكسبوا فلوس. وديف مشغل صديقه جمال معاه، وهدفهم انهم يحققوا الشهرة مع بعض، وعارفين ان الناس لو ما حسوش بالرعب فهم كده كده هيتفرجوا عشان فضولهم. ونشروا الفيديو وحققوا نجاح، ولكن ديف محتاج مشاهدات اكتر وبالتالي فلوس اكتر. وجات له فكرة مجنونة، وهي ليه ما يقابلوه. استغرب من الفكرة المجنونة لان الوحوش مش حقيقيين، ولكن جمال متحمس لفكرة ديف، وهيسموا الفيلم ده باسم مشروع الوحش. ولقى ديف على الانترنت حد هيوفر لهم وحوش حقيقية يقابلوهم ويعملوا عنهم فيلم وثائقي، وقال الشخص ده انه عنده وحوش بجد مش مجرد ممثلين. وديف هيكلم الشخص ده عشان يوصل ل3 وحوش. وبيظهر براين وهو شاب فاسد كان بيشرب وبيسكر وبياخد مواد مضرة، ولكنه حاول انه يتوب وابتعد عن الفساد وبقى ملتزم انه يروح للكنيسة، وكل يوم بيصور فيديو لابوه وامه عشان يطمنهم انه هو عمره ما هيرجع للفساد خالص. وكمان قال لهم انه بيدور على شغل لانه محتاج فلوس، وشكرهم على مساعدتهم ليه طول الوقت. وبراين معاه صديقته مير وهو بيحبها، ولكنها معتبراه انه مجرد صديق. وراح ديف وجمال للصحراء عشان يقابلوا اول وحش هيتفقوا معاه، وهو شخص بيتحول لوحش بالليل وبياكل البشر. واول لما الشباب وصلوا للصحراء حسوا باصوات غريبة وحركات مرعبة حواليهم، وقال ديف انه ممكن يكون فيه ذئب، وجمال مش لازم انه يخاف. والمفاجأة انهم اول لما قابلوا الشخص ده لقوه انه ضابط شرطة، وهو بيحمي الناس في النهار ولكن بالليل هو بياكلهم عادي. واستغرب ديف وحس ان الشرطي ده هو مجرد ممثل وهيعمل فيهم مقلب، ولكن ديف وجمال ما اهتموش. المهم ان الناس تصدقهم لما يجوا يصوروا فيلم عن الوحوش، ولو الفيلم منفعش انهم يكملوه فهم هيعملوا برنامج يكلموا فيه الوحوش دي. وبالليل هيروح ديف لبيت جمال عشان يفكروا مع بعض في باقي الفريق اللي هيساعدهم في مشروع الوحش. وديف مستني ان مير تمشي وتسيب براين لان مير هي حبيبة ديف السابقة، ولكن ديف سابها زمان وهرب عشان مستقبله. ومير بتكرهه من ساعتها، وجمال مش عايزها انها تشوف ديف. وبراين محتاج فلوس وشغل عشان حياته، فصديقه جمال بيساعده وسمح ليه انه يعيش معاه في البيت. ولما دخن وبراين سلم على ديف واداله الطرد اللي جاله بخصوص الوحش رقم 2. وبراين مش مرتاح بوجود حبيب مير السابق في البيت، ولكنه هيستحمل عشان صديقه جمال. ودخلت مير للبيت عشان هي نسيت حاجة ومرتاحتش لما شافت ديف ومشيت. وجمال طمن براين انهم هيخلصوا شغلهم وهيمشوا بسرعة. ولما فتح ديف الطرد لقى ادوات لامتصاص الدم، والوحش رقم 2 هي مصاصة دماء واسمها شيلا، وعشان تشارك في فيلم الشباب لازم يبعتوا لها دم بشري.
البشري. وديف عايز ياخد دم من جمال في مقابل 100 دولار، ولكن جمال رفض. فراحوا لبراين ووافق طبعا لانه محتاج الفلوس. ومصاصة الدماء بعتت لديف عنوان مكان عشان يسيب فيه الدم. والشباب سابوا البيت ووصلوا للمكان وما لقوش حد، ولكنهم سمعوا اصوات وحسوا بحركات غريبة حواليهم واعتقدوا انها شيلة. وهي طلبت من ديف انه يسيب الدم لوحده، ولما ساب الدم فجأة لقاه اختفى. وفرح ديف لانه تأكد ان شيلة هي اكيد مصاص الدماء بجد. لانه والشباب في العربية براين بيحذر ديف وجمال من خطورة مشروع الوحش، لانه عارف ان الشر ليه اشكال كتيرة، ولكن نتيجته هي ان الناس بتتأذي. والمشروع ده ممكن يقابلوا فيه وحوش او شياطين ويخلصوا عليهم كلهم. ولكن ديف مهتمش لانهم دلوقتي كبار، والحاجات القديمة الخاصة بالاطفال خلاص ما بقتش تخوفهم. وجمال وبراين رجعوا للبيت وديف سابهم. وبالليل والوقت متأخر لقى جمال الباب بيخبط جامد. ولما فتح الباب هو ما لقاش حد، هو بس لقى اسطوانة مكتوب عليها اسم الوحش الثالث. والوحش الثالث هو شيطان اسمه شيوري. فكلم جمال ديف وديف وصل وفرح بوصول الاسطوانة. ولما شغلوها لقوا بنت اسمها شيوري وبتقول انها جواها شيطان مرعب ساكن فيها من زمان، والشيطان ده اجبرها انها تعمل حاجات وحشة وهي هتشارك في مشروع الشباب. وعيد ميلاد براين حل ومير مجهزة الكاميرا الهدية لبراين، وفرحانين ان براين بيحاول يعيش حياته بدون فساد. وجمال كان محذر براين من البيت. ولقوا فجأة ان ديف ظهر وادى لبراين 600 دولار عشان يساعده في مشروع الوحش. وبسبب حاجة براين للفلوس فهو وافق رغم خوفه. وراح ديف لمير وطلب منها برضه انها تنضم للمشروع، لان المشروع ده هيساعده وهيساعدها في حياتها. ووافقت مير وهتدي ديف فرصة تانية، وبتتمنى انه المرة دي ما يسيبهاش ويهرب. وبراين متضايق ان مير ممكن ترجع لديف وهيحاول يبعدهم عن بعض. الصبح الشباب اتجمعوا وانطلقوا في طريقهم للبيت القديم اللي أجره ديف عشان يصوروا فيه المشروع. وسمعوا في الراديو الأخبار وهي بتقول إن النهاردة بالليل هيحصل خسوف للقمر. وجمال قال إنهم رايحين لبيت قديم مهجور عشان يصوروا فيه مشروع عن الوحوش، وكل ده كمان هيحصل بالليل وخسوف القمر بيحصل. ولكن ديف طمنهم إنهم كلهم هيكونوا بخير. ووصلوا للبيت اللي صاحبه هو راجل عجوز واسمه ريتشارد. ومير مش مرتاحة للبيت لأن شبابيك الدور العلوي فيه مقفولة بالخشب، والشباب بيحبش الكاميرات. واستغربوا لان الكاميرات موجودة في كل مكان بره البيت. فقال لهم ان الكاميرات اللي بره البيت هي للحراسة بسبب الشباب اللي بيقتحموا البيت وبيعملوا حاجات وحشة. وقبل ما الشباب يدخلوا للبيت طلب منهم ديف انهم يسيبوا تليفوناتهم في العربية لانه مش عايز اي ازعاج وهو بيصور في البيت. ولما دخلوا للبيت لقوا كاميرات تانية وحسوا بالقلق. ولقوا ريتشارد بينادي على مراته مارسا لانها اختفت. والشباب سمعوا صوت، ولما سابهم ريتشارد راحوا يتأكدوا. ولقوا مارسا ولقوها بتتكلم كلام غريب هم مش فاهمينه. وظهر ريتشارد واعتذر لهم ان مراته مريضة ولازم يوديها للدكتور. ونصح الشباب انهم ما يدخلوش للقبو او الدور العلوي في البيت لانهم فيهم حاجات قديمة وممكن تأذيهم، وريتشارد مش مسؤول لو اي حد تعرض للأذى. والشباب حددوا المكان اللي هيصوروا فيه المشروع وجهزوا كل معدات التصوير. ولقوا الكهرباء فصلت زي ما قال ريتشارد، وهتروح مير وبراين عشان يشغلوها. وطمن ديف الشباب صليب وميه مقدسة لحمايتهم من الشيطان الخاص بشيوري، ومعه كمان عصاية خشب لحمايتهم من شيلة مصاصة الدماء، ومعه كمان فضة لحمايتهم من الوحش. وجمال بدأ يصور في ديف وهو بيقول ان الليلة هو هيعمل لقاء مع 3 وحوش وهم مصاص الدماء وشيطان ووحش بياكل البشر. ووعد المشاهدين ان كل حاجة هيشوفوها في الفيديو ده هتكون حقيقية وما فيهاش تمثيل. وسمعوا صوت صراخ مير لان شيوري وصلت بدري جدا واستغربوا من شكلها وحسوا فعلا ان جواها شيطان مرعب. ورحب ديف بيها في البيت وهتستنى وقت مقابلتها مع ديف. وادى ديف لبراين الورق اللي هيحدد غرفة مصاصة الدماء شيلة وكمان الشيطانة شيوري وكمان الوحش اللي بياكل البشر. وسمع براين صوت من غرفة شيوري وحس انه شاف الشيطان وجري وحس بالخوف. وجمال نادى على ديف لانه شاف حد بره البيت واكتشف مصاصة الدماء شيلة وصلت، وهي عجبها جدا دم براين وهي جاية وطمعانة في المزيد. وهي ست بتشتغل وبتعمل وشوم والناس مش عارفين انها مصاصة دماء. وقالت انها حاسة بالذنوب وهي مسيطرة على براين. وكمان شيلة حاسة انه فيه شيطان موجود هنا في المكان. والوحش وصل والتصوير بدأ. وبدأ ديف كلامه مع الوحش اللي هو شرطي اصلا
واسمه ستيفن. والوحش طلب من الشباب انهم يخفوا وجهه وشخصيته عشان محدش يتعرف عليه، وقال انه عشان تبقى وحش لازم تعمل عقد مع الشيطان وتخلص على حد من عيلتك وتسلم روحه للشيطان. والشرطي بيتحول لوحش وبيفقد السيطرة على نفسه وبياكل البشر. وعقل الشرطي متقسم لجزئين، جزء بيفكر في اللحوم بالليل وجزء بيفكر في حماية الناس من المجرمين الصبح. وبدأ ديف تصوير مع شيلة اللي طلبت منهم انهم يخففوا الإضاءة شوية عشان تحس بالراحة، وطلبت كمان ان براين هو اللي يعمل معها اللقاء لانها مرتاحة ليه جدا بسبب دمه الخفيف. وقالت ان سلالتها هي سلالة قوية بتقدر انها تعيش في النهار عادي، ولكنها طبعا في النهار بتكون ضعيفة ومتضايقة. وقرأت شيلة وشوم براين وعرفت ماضيه، وقالت انه بياخد حبوب مهدئة وهي حست بيها كمان لما شربت دمه. وقالت ان الشيطان هيتتبع براين بسبب ذنوبه اللي تسببت في قتل كل اصدقائه. واتضايق براين من الكلام وراح له جمال وزعق له بسبب الحبوب المهدئة اللي قال براين انه بطلها، وخدها منه جمال وطلب منه انه يمشي، وبراين مش هيكمل شغل معاهم. وبراين متضايق وهو مش قادر يصلح من نفسه وحاسس انه مش هينجح في اي حاجة خالص، وساب البيت زي ما طلب منه جمال. ولكن براين مستني بره البيت، يمكن جمال يحتاج مساعدته ويسامحه. ولما شاف براين شيطان شيوري هو خد المواد المهدئة عشان تريحه. وبدأ ديف تصوير مع شيوري، وقالت ان الشيطان هو اللي اجبرها انها تصور مع الشباب، ووعدها انها لو عملت كده هو هيحررها. وقالت انه شيطان مرعب وما عندهوش شفايف وعينه كبيرة. وفجأة الشباب سمعوا صوت ولقوا الشرطي بيستعد للتحول للوحش بسبب خسوف القمر. والشباب لقوا نفسهم محبوسين في البيت والوحوش الثلاثة بيتخانقوا عليهم. والشباب جريوا بيدوروا على اي غرفة يستخبوا فيها، ولقوا الوحش هجم على جمال وخطفه. وبراين بره البيت سمع صوت صراخ جمال، ولما دخل للبيت شاف الوحوش وقابل الشباب، وهربوا لشنطة ديف وخدوا ادواتهم عشان يحاربوا الوحوش وينقذوا جمال. وقابلوا شيوري وحاول براين يطرد الشيطان بالصليب، ولكنه فشل وجريوا ولقوا جمال وهو مصاب ومعاه مسدس لقاه، وقال انه ضرب الوحش ب4 رصاصات في وجهه وبرضه ما ماتش. وفجأة لقوا مصاصة الدماء هجمت عليهم وخطفت مير، وحاولوا يقتلوها بالمسدس ولكنهم فشلوا. فراح جمال عليها وبالخشبة قتلها وهي بتحاول تهجم على براين عشان دمه. ولكن المشكلة هي ان شيل عضت مير، ومير كده هتتحول قريب. ولقوا الوحش بيطاردهم وصاص المسدس، والوحش برضه ما بيموتش. وهم سمعوا صوت من احد الغرف ولازم يستخبوا في قبو البيت، وسمعوا صوت ولقوا شيوري وهي مستخبية. ودلوقتي الشيطان لسه ما سيطرش عليها بالكامل، وديف مصمم انه ياخدها معاهم عشان يساعدوها. وكملوا طريقهم للهروب ووصلوا للقبو وقدروا انهم يستخبوا من الوحش. واترعبوا لما لقوا علامات شيطانية موجودة في كل مكان في القبو، والعلامات دي طبعا ساعدت في ان الشيطان يسيطر على شيوري. وحاول براين انه يدور على مخرج، ولكنه لقى شخص غريب مقنع منعه من الخروج. وبراين والشباب بيحاولوا يعملوا طقوس لتحرير شيوري من الشيطان، ولكن الشيطان بيتلاعب بعقل براين وبيفكروا بكل ذنوبه. وبراين جاب مواد مضرة وباعها لأصدقائه عشان تريحهم من معاناتهم في الحياة، والمواد دي تسببت في مقتل أصدقائه. وساعتها براين اتضايق وندم وحاول يتوب. والشيطان حاول يسيطر على مير، فبرضه حل غير ان هو يقتل شيوري، وبالتالي الشيطان ضعف ومات وانقذه مير. والشباب كده فاضل لهم الوحش، ولقوا جمال تعبان جدا بسبب إصابة الوحش، وكمان الوحش ظهر. وجمال مش هيقدر يكمل هرب، فيأخر الوحش عشان يدي للشباب فرصة للهروب. والوحش هجم على جمال وقتله، وبراين استخبى لوحده. والوحش كان هيهجم عليه ولكنه سمع صوت صراخ مير، ومير بتتحول لمصاص الدماء. والوحش دلوقتي ساب براين وهيرجع له بعدين. والقصة يا صديقي ان ديف هو مستمتع بفيلم الرعب الحقيقي اللي بيحصل، وساب الكاميرا تكمل تصوير، وهيروح يجهز نفسه للطقوس الشيطانية اللي بتحصل عند خسوف القمر. ولقى براين الشخص المقنع اللي منعه من الهروب، وقال الشخص ده ان الشيطان هينهض الليلة دي. وجري براين ولقى مير وافتكر انها ماتت، ولكنها تحولت لمصاص الدماء ومصاص الدماء وهجمت عليه. فخد براين خشبة من الكرسي وهجم عليها وقتلها. ووصل براين للدور العلوي في البيت وكسر الخشب اللي على الشبابيك ونط وخرج من البيت. وحاول براين يهرب في الغابة ويلاقي مكان آمن، ولكنه لقى الوحش وراه. ولقى براين مخبأ وعمل فخ للوحش اللي لما راح يهجم على براين وقع على حديد والوحش مات. ولما كمل براين طريقه في المخبأ لقى
علامات شيطانية في كل حتة، وكمان لقى غرفة المراقبة الخاصة بالكاميرات اللي في بيت ريتشارد، ولقى على الجدران صور لكل الشباب وكمان صورة ديف في وسط الدائرة الشيطانية. وظهر ديف مع جماعته وهم فرحانين ان براين هو الوحيد اللي تبقى من اصدقاء ديف، وبراين اغمى عليه بسبب التعب وبسبب المواد المهدئة اللي خدها. ولما صحي براين لقى نفسه مربوط في قبو البيت، وكل الوحوش والشباب اللي ماتوا هم موجودين على دائرة الطقوس. وقال ديف انه عمل كده لانه كان محتاج كائنات قوتها مختلفة عن بعض عشان يسيطرون القائد، ومع دم الوحوش ودم اصدقاء براين ديف هينفذ الطقوس. ولكن مفتاح الطقوس دي انه لازم يكون فيه دم من حد عمل ذنوب وبيحاول يتوب، فبراين طبعا كان الشخص المناسب للطقوس الخاصة بديف. وريتشارد ومارسا هم مساعدين ديف اصلا، وقتلوا براين وعن طريق دمه حرروا الشيطان بكل قوته من جسم ديف. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لكم روابط